الابيض ده نخليه احمر والاسود نخليه ابيض. فيديو النهارده مميز جدا لان احنا هنعمل مصاصه، بس هي مش مصاصه عاديه، هي طبعا طعمها حلو، بس زي ما انت شايف هي تقدر تعمل فيها كل حاجه، تكبرها، تصغرها، تقصرها، تطولها، تخلي لونها متغير، تخلي لفات اكتر، حاجات كتير جدا. فيلا بينا. قبل ما نبدا، لو انت مش عامل سبسكرايب اعمل سبسكرايب، عشان في ناس كتير جدا بتتفرج ومش عامله، فاعمل سبسكرايب واعمل لايك واكتب كومنت، ويلا بينا. طيب اول حاجه بنعملها اول ما نخش نحط الكيوب بتاعنا اللي احنا بنمسحه وبنحطه تاني، وبعدها نقسم الشاشه هنا كده عشان نجيب الجيومتري نودز بتاعتنا. تمام. تعالى ندوس نيو هنا ونكتب لولي، او هكتب لول مش مشكله، نسميه اي حاجه. وتعالى نقسم الشاشه هنا كده جامد. طيب تعالى نشيل الجروب انبوت بتاعنا ونبدا. المصاصه عباره عن شكلها عامل كده. تمام. فهي عباره عن جزئين، لاين والكيرف اللي فوق ده، الاتنين داخلين في بعض. فده ازاي؟ لو دوسنا شيفت ايه هنا وحطينا مش سيركل وربطناها كده، هنلاقي، تعالى نقرب، ان احنا جبنا اول جزء من المصاصه اللي هو اللي فوق ده. تمام. طيب بس هي مش كامله، هي الجزء اللي فوق بس. فده نعمله ازاي؟ لو احنا جينا هنا وكتبنا delete geometry، هنلاقي ان هي اتمسحت خالص. طيب احنا عايزين بقى نرجع الحته اللي هي اللي فوق بس. تمام. تعالى كده نيجي هنا نكتب position. تمام. وندوس هنا نكتب separate x y z. حلو. نربط البوزيشن في الفيكتور، والواي بتاعتنا دي عايزين نرجعها لان هي هنا في الواي. فده ازاي؟ لو جينا هنا في الماث كتبنا ماث وحطينا less than، وربطنا الواي اللي احنا عايزينها هنا كده، وربطنا الفاليو في السلكشن، هتلاقي ان هو بدأ يرجع، بس احنا تقريبا اخترنا الاتجاه الغلط. هو مش غلط يعني، انا دلوقتي لو عايز كده ممكن اقلب الشاشه كده صباح الفل يعني. بس انا لو عايز فوق، فهي هتبقى الاكس. يعني اربط الاكس، تعال نشيل كده الواي ونربط الاكس ونرجع الاتجاه اللي احنا عايزينه اللي هو كده. تمام. ستيل برضو هنلف الشاشه. تمام. فاحنا كده جبنا الاتجاه اللي احنا عايزينه كده. فاضل بقى الجزء التاني اللي هو اللي نازل لتحت ده. فده ايه؟ عباره عن مش لاين، بس احنا عايزين نجوين الاتنين ببعض. فهنحط نود اللي هي الجوين جيومتري، اللي هو انا بقول له احنا هندخل جيومتري تانية في دي. ندوس كده شيفت ايه، جوين جيومتري هنا كده، بعدها شيفت ايه ونكتب مش لاين، ده اللي هو الكيرف اللي هو اللاين يعني. فنربط ده هنا، هتلاقي ان في لاين طلع لنا كده فوق، واحنا مش عايزينه يبقى فوق، احنا عايزينه يبقى كده. فهو طالع فوق ليه؟ ببساطه عشان الاوفست بتاعه هنا في الزي واحد خليه صفر. طبعا هتلاقيه اختفى، واحنا عارفين ان هو هيختفي، بس احنا مش عايزينه يختفي. طيب لو احنا جينا في الاكس كده هنا حركناه، هنلاقي ان هو ايه، شايف اهو بيظبط. طيب هنا التركايه بقى، انا عايز اللاين ده يبقى في الحته دي، وعايز كل ما اكبر واصغر الكاندي دي او الحلويات دي تكبر وتصغر معايا، لان هما اتنين. هتفهم دلوقتي قصدي ايه. طيب احنا دلوقتي لو جينا هنا كده في المش سيركل ده وحطينا فاليو، وربطنا الفاليو ده بالراديوس، طبعا هتلاقيه اختفى عشان هو زيرو. فتعالى كده نخليه واحد. حلو. حلو. تعالى بقى نربط الفاليو بتاع المش سيركل دي في المش لاين. هتفهم دلوقتي قصدي ايه. طيب احنا دلوقتي لو جينا هنا كتبنا combine اكس واي زي. حلو. وربطنا الفيكتور ده بالستارت لوكيشن، وبعدها ربطنا الفاليو في الاكس. حلو. هتلاقي ان احنا لو كبرنا وصغرنا في حاجه بدات تحصل، هو بيتحرك. تمام. بس احنا دلوقتي عايزينه يبقى، يعني عايزينه يبقى هناك، يعني انا عايزه يروح هناك يبقى مظبوط. فده ازاي؟ احنا دلوقتي لو جينا هنا ماس نود حطيناها في النص، وبدل اد خليناها ملتبلاي. تمام. الاتجاه ده اتجاه كام؟ يعني هي هنا فين؟ نيجاتيف واحد، لا واحد. الواي هي البوزيتيف، فهي كده اتجاه واحد. فلو انا جيت هنا في الفاليو خليته واحد، تمام، او تعالى نخليه نيجاتيف واحد، لا هو واحد، هنلاقي ان هو مفيش حاجه حصلت. وده ليه؟ لان انا غلطت غلطه كبيره. انا كل ده شغال على الاكس، واحنا اصلا عايزين نشفتها في اتجاه الواي. فدي غلطه. طبعا انت فاكرني ان انا هشيلها في المونتاج وكده عشان يبان ان انا جامد، بس لا، انا غلطت وهنصلح الغلطه. فبدل الاكس دي هنخليها واي، هنلاقيه ظبط. حلو. ده ليه؟ عشان انا خليت الاتجاه واحد. فدلوقتي الفاليو ده كل ما اغيره واكبر او اصغر الحلويات بتاعتنا دي، هنلاقي ان هو بيكبر بيصغر معاها عادي جدا. فاحنا كده وصلنا لاول جزئيه في التوتوريال، فكده احنا شطار. تمام. تعال نجيب ده هنا كده. فاحنا كده تمام. طبعا عايزين نطول او نصغر الشيء بتاعنا ده هنا في الاوفست اهو، اقدر اصغره واطوله براحتي واعمل كل اللي انا عايزه. طيب فده كده اول جزئيه. تعالى بقى نيجي هنا كده
هنا بالشكل ده، ونبدأ بقى نحول الشكل بتاعنا ده لحاجة يعني اللي هو السفير بتاعنا او الشكل يعني. فاحنا دلوقتي هنا لازم نعمل كيرف تو مش، كيرف، تعال نكتب كده كيرف تو مش، وبعدها مش تو، او احنا المفروض نعمل كيرف تو مش، او لا المفروض العكس يعني، هو الكيرف تو مش قبلها المش تو كيرف، ده عشان احنا نقدر نحول الشكل ان هو يبقى اوبجكت مش كده يعني كيرفات. مش تو كيرف كده، ومحتاجين بقى نقول له في البروفايل كيرف ده حاجه اللي هو ده هيبقى ايه. فاحنا لو جينا هنا وكتبنا كيرف سيركل وحطيناه في البروفايل كيرف هنلاقيه ظبط. طبعا الراديوس نصغره شويه كده نخليه ايا كان. طبعا هتلاقي هنا في افيه يعني في ضحكه هنا، فده نقدر نشيله ازاي؟ لو جينا هنا كده دول حسبناهم وكتبنا هنا ميرج باي ديستانس ودوسناها عليها ظبطت. الميرج باي ديستانس العادي اللي في الموديلنج يعني هو ده هنا. تمام تمام. طيب طبعا الشكل بتاعنا مفتوح من هنا، فاحنا ممكن نقفلها بفيل كابس اللي هنا دي. وتعالى كده بقى نشوف احنا ممكن نعمل ايه. طيب انا هنا دلوقتي خلاص الشكل معايا اهو، لو كبرت هنا صغرت هيبقى مظبوط. ممكن اعمل العكس. نقدر يعني نحرك ده نطوله او نقصره ده، بس لا ده مش عايزينه في حاجه. فيعني الاوبشن معانا نكبر نصغر كل الحاجات دي معانا. تعالى كده نفتح تابه جديده ونشوف الشيدنج. هنا كده نيجي في شيدر اديتور ندوس نيو، وتعالى هنا كده نيجي في ريندر. تعالى نفتح السين وورلد، وفتحنا السين وورلد بتاعنا. تعالى نجيب مثلا دي الاستوديو لايت ده. وانا بصراحه بشتغل يعني اشتغلت في الشوت ده على ان هو يبقى سايكلز. طبعا الماكس سامبلز دي يعني 128، وفي الريندر كمان 128 كفايه قوي بالنسبه لي. طيب تعالى هنا بقى نبدا نحط الشيدنج بتاعنا. بس قبل ما نحطه احنا محتاجين ناساين اصلا ان هنا هيبقى في ماتيريال. فده ازاي؟ نيجي هنا في الجيومتري نودز شيفت ايه سيت ماتيريال كده، وطبعا هنا في الماتيريال تعالى نسمي ده مثلا لول تاني. تمام. فهنا نيجي هنلاقي لول نعمل لها اساين هنا عشان تبقى موجوده، فلما نشتغل هنا هنلاقيه شغال ايه معانا. طيب لو جينا هنا كده وحطينا ويف تكتشر ودوسنا كنترول شيفت كليك عشان نشوف التكتشر عامل ازاي. طبعا لو انت دوست كنترول شيفت كليك وما اشتغلش اعرف ان انت مش فاتح ادون اسمه نود رانجلر. تعالى هنا كده في اديت بريفرنسز ادونز اكتب هنا نود رانجلر ده افتحه كده وخليك يعني دايما فاتحه. طيب هنا هنشوف التكتشر بتاعنا. احنا طبعا عايزين التكتشر بتاعنا يبقى كده وعايزينه يبقى لافف، فان هو يبقى كده دي سهله. لو جينا هنا هنلاقيه كده، بس اخليه يلف ازاي يعني؟ انا برضو مهما عملت في هو مش هيلف يعني، انا مش هعرف اخليه يلف. فده ازاي بقى؟ هي دي ليها حركه في الجيومتري نودز وهنعرف ده ازاي دلوقتي. طيب انا دلوقتي عندي حاجه سبلاين، حاجه اسمها سبلاين بارامتر. فين سبلاين بارامتر؟ حلو. ده بيعرفنا الستارت بوينت والاند بوينت بتاعنا فين في الكيرف ده. تمام. السبلاين بارامتر ده تعالى نربطه بحاجه اسمها كابتشر اتريبيوت. هتفهم دلوقتي احنا بنعمل ايه. فدلوقتي احنا الكابتشر اتريبيوت ده، فدلوقتي الكابتشر اتريبيوت ده انا هربطه هنا. تمام. وهربط الفاكتور بتاعه في الفاليو ده. حلو. وطبعا الاتريبيوت بقى هنربطه في الجروب اوتبوت. حلو. فهتلاقي هنا في الجيومتري نودز لو جينا هنا هنلاقي بقى في اتريبيوت موجود نعرف نسميه حاجه. فاحنا هنسميه مثلا لوب. تمام. لوب بالشكل ده. فاحنا دلوقتي عملنا هنا حاجه اسمها لوب. فلو جينا دلوقتي هنا كتبنا اتريبيوت وكتبنا نفس الاسم بالظبط بالكابيتال والسمول وكل حاجه وربطنا الكالر ده في الفيكتور، بعدها جينا هنا هنلاقي ان في حاجه جديده حصلت. في حاجه هو يعني هو غير الشكل وبقى دلوقتي ده اللي متحكم. حلو. انت دلوقتي بتتحكم بالشكل الاتريبيوت اللي موجود في النودز اللي احنا ماسكين بيه الكيرف نفسه. حلو. احنا دلوقتي اي تغيير بنعمله في السبلاين بارامتر ده بيتعمل في الشيدر، يعني احنا هنعرف نسيطر عليه في الشيدر. فدلوقتي احنا بقى عايزين اللفه هنعملها ازاي؟ لو احنا جبنا ده هنا كده عشان بس نبقى شايفين، وربطنا هنا حاجه اسمها تلت اللي هي سيت كيرف تلت، ربطناها هنا كده، وبعدها ربطنا الفاكتور ده في التلت، هنلاقي ان احنا مش عارفين نتحكم فيه. يعني ايه الضحك اللي احنا بنعمله ده؟ فانا اقول لك ازاي نقدر نتحكم فيها. نحط ماس نود. تمام. الماس نود دي هنا كده ونخليها مالتيبلاي. دلوقتي لو جينا نلف هنلاقيها يا معلم بيلف معانا. الف مبروك. تمام. فهو كده خلاص بيلف معاك. طب انت عايز تتحكم بقى في يعني ده الكبير صغير كده ده ازاي؟ ده في الشيدر بقى اللي احنا، واحنا جينا هنا في الشيدر وحطينا ماث نود
والماث دي خليناها greater than. هنا كده شايف تقدر تتحكم فيه بالشكل ده. طبعا ستيل السكيل بتاعنا اللي في الويف تكتشر نفسه نعرف نغيره يعني. تعالى نجيب ده كده ونبدأ نحط اللون بتاعنا. لو احنا جينا هنا حطينا color ramp وربطنا بقى الكالر في البيس كالر والبي اس دي اف ده في السيرفيس. تعال نشيل الفيور اللي احنا كنا عاملينه ده، والاحمر ده او الاسود ده او الابيض ده نخليه احمر، والاسود نخليه ابيض بالشكل ده. تلاقي المصاصه الحلوه بتاعتنا. ف يعني ده الشكل. طبعا الرفنس تعالى نقلله لان هي بتبقى كده بتلمع. فده الشكل بتاعنا. تقدر بقى ان انت طبعا تغير اللون اخضر ايا كان انت عايز شكلها يبقى عامل ازاي. تغير التحكم في الشكل بتاعها. وعندنا كمان هنا بقى كل الاوبشنز اللي كانت موجوده في اول الفيديو، اللي هي مثلا الفاليو اللي في الاول نكبر نصغر، ده مثلا نطوله نقصره، يعني ايه تاني، كل حاجه، ده نتخنه نرفعه، كل حاجه موجوده. فده كده الفيديو بتاع النهارده. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، وما تنساش ان احنا عاملين كورس للبرودكت ديزاين زي ما انت شايف في الشاشه كده قدامك. انت تقدر تعمل الحاجات دي في الكورس وهو ب$20، موجود دلوقتي على جام رود، وقريب هينزل على يوديمي وعلى كل المنصات التانية. ولو انت بتتفرج ومش عامل سبسكرايب اعمل سبسكرايب واعمل لايك، واستنى الفيديوهات الجديده عشان احنا خلاص بننزل كل اسبوع مرتين، ده غير الشورتس اللي بتنزل. وما تنساش تبعت لي على السوشيال ميديا لو انت عايز تكلمني، هتلاقي كل حاجه موجوده في الديسكريبشن وعلى الشاشه. يلا بينا، سلام.